السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حد يقول لي إيه العك اللي كولر بيعمله ده؟ تشكيل؟ أنا مش فاهم. عك في التشكيل؟ أنت بتلعب إنبي، ده إنبي دي 15 على الدوري، يعني إنبي ال 15. أنت النهارده بيراميدز كسبت، بقيت أنت التالت، أنت بتضيع الدوري من إيدك واحدة واحدة، وانت ما انتش حاسس. انت بتقول للزمالك يلا اطلع السنه الجايه انت وبيراميدز ان شاء الله اطلعوا دوري ابطال، وانت العب في الكونفدراليه علشان نسمع بقى التحفيل ونسمع قله الادب من السوشيال ميديا الزملكاويه ومن الاعلام الزملكاوي. ايه التشكيل اللي انت نازل بيه ده؟ تشكيل لا انزل به من سلطان. انا مش فاهم ايه العك والقرف اللي كولر بيعمله. يا عم مش عاجبك توكل على الله. احنا لو جبنا عم حارس مسك النادي الاهلي، صدقني والله هيلعب بتشكيل ثابت معروف، عارفين مين اللي لاعب، مين اللي هيطلع، مين اللي هينزل، معروفه زيك زي كل العالم. انت مش هتخترع كوره. في اليوم اللي فيه الاهلي مضغوط بتنزل لي فيه سمير محمد، وبتنزل لي فيه الساعي اللي بقاله من يوم ما جه ما لعبش غير 10 ثواني. امام عاشور غير، يعني امام عاشور ما فيش خالص. قفشه بسم الله ما شاء الله، الدفاع نايم، نص الملعب كوكا. فين كوكا ايه بيعمل ايه كوكا ده؟ فين كوكا ده؟ بيرسي تاو خلاص كفايه عليه كده، شطب. وانت اساسا شطب، يعني انت يا كولر اساسا شطب. انت كده جبت اخر. انت مستني كاس العالم تلعبه علشان تعتزل وتروح تقعد في بلدك، تقعد في الريف السويسري علشان تتمتع باللي باقي من حياتك. لا، انا بقول لك من دلوقتي انت في يناير لم شنطتك ولم هدومك وتوكل على الله، مع السلامه والقلب داعي لك. احنا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مش هيقبل اكتر من كده ولا اقل من كده. انت السنه دي زي الزفت، زي الخرا، موسم زي الزفت، تعبان. اولا لا انت عارف تدير المباراه. انبي يا راجل انبي اكرم توفيق مش عارف يرفع ولا كوره اكرم توفيق عارف يرفعها. يعني يحيى عطيه الله اللي شغال شويه طلعت يحيى عطيه الله، نزلت كريم الدبيس مكانه. طب ما انت كنت بتسيبه بيلعب وبتنزل كريم الدبيس بياخد الوينج الشمال بتاعك. عمال انت تخترع اختراعات. احنا مش فاهم. والكابتن محمود خطيب مديك صلاحيات كبيره جدا والاداره غلطانه. احنا ما عندناش صفقات يا جماعه، عشان ما حدش يضحك علينا. احنا ما فيش صفقات. ما نستنظرش من النادي الاهلي اي حاجه السنه دي، يعدي بس كده على خير وخلاص على كده. احنا على الله حكايتنا يا جماعه بجد والله. واللي يقول غير كده يبقى بيعرض النادي الاهلي. النادي الاهلي في خطر. لا، النادي الاهلي في خطر كبير جدا. شفنا النهارده مفيش خالص. انت عندك الماتش اللي جاي هتلعبه في الجزائر، هتلعب بنفس الاسلوب ده وبنفس التشكيلات اللي عمال تعك فيها دي. يا راجل مروان عطيه تطلعه. مروان عطيه كوكا اللي مش عارف يلعب كوره واحده ولا يباص كوره سايبه في الملعب. مروان عطيه اللي قاطع الميه ونور على انبي بتطلعه وتخرجه. طب بيرسي تاو قلنا ماشي، نزلت الشاب سمير محمد يا عم ياخد فرصته. امام عاشور في الوينج مفيش خالص، ما تعقش وما تلعبش في اعدادات النادي الاهلي. انت كده بتعق، انت كده عق وربك يفك. الجمهور دلوقتي كله دمه محروق، كلنا دمنا محروقين. مش هنطلع ونعرض وما اعرفش ايه والكلام الفاضي ده. انت خليتها النهارده النادي الاهلي النهارده كان زي الزفت، خرب من الاخر. واللي هيتكلم غير كده هنخزع عين الاثنين. ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ لعيبه اللعيبه النهارده مفيش خالص. انا لو من الكابتن محمود خطيب النهارده انزل عقوبات كبيره جدا على اللعيبه وعلى كولر. اول واحد كولر. الله، انت كل ماتش هتخترع لي فيه تشكيل ده؟ ولا عرضيه صح ولا شوطه صح ولا اي نيله. والحمد لله تحمد ربك، ضربه جزاء كنا نطلع بفضيحه. ولو ان التعادل زي الهزيمه واحد، يعني ما فيهاش مشكله. ما هي واحد. ده انبي، انت بتلعب انبي، لا بتلعب الزمالك ولا بتلعب بيراميدز. ما هي دي الفرق الكبيره، الزمالك وبيراميدز والاهلي، وخلاص على كده. عملت انت ايه السنه دي؟ عملت ايه؟ تعادلين وادي الثالث، واحنا لسه ده سادس ماتش بتلعبه وليك ماتش مؤجل. هتكمل الدوري ايه؟ هنكمله تعادلات ولا ايه؟ لا، مش هندفن راسنا في الرمل وهنرجع نقول معلش اللعيبه مجهده. مفيش لعيبه مجهده. ازاي لعيبه مجهده؟ انتوا بتاخدوا ملايين. العب وموت نفسك في الملعب
وسيبوكم من السوشيال ميديا وسيبوكم من الوساخه وقله الادب اللي بتعملوها دي. فين اللعيبه؟ فين الرجاله؟ بتكسبوا بنطلع بيكم السما، هتخسر هتاخدوا على دماغك. هو كده النادي الاهلي، احنا ما تعودناش على كده، وما تعودناش اللعيبه تخزلنا بالمنظر ده. انت كده عملت الموسم زي موسيماني بالظبط، خدت كل البطولات وجيت في الاخر عملتها خليتها خل. الواحد دمه محروق بصراحه بجد والله. مش هو ده النادي الاهلي، ولا ده اسلوب النادي الاهلي، ولا طبيعه النادي الاهلي، ولا لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه لا في ضغط ولا في عندهم روح ولا عندهم اي عزيمه ولا اي حاجه خالص. عادي الوقت عمال يعدي واللعيبه مش هنا خالص، كل واحد عايز يشوط كوره، واحد عايز يعدي. اكرم توفيق تعبان خالص، مروان عطيه كان شايل نص الملعب رحت مطلعه، امام عاشور تعبان. ايه التغييرات الزفت دي؟ ايه التغييرات دي؟ ده انت دمرت الساعي. دي طبيعه في المدربين اللي بتكون يعني ايه، الغرور بيمسكهم شويه، او بيتعالوا على الكوره، بيتعالوا على اللعيبه، بيتعالوا على الاداره، بيتعالوا على كل حاجه. نجيب لك زلاكا، لا مش حلو. نجيب لك معرفش مين، لا مش كويس، لا ما ينفعش. نجيب لك مين، لا ما ينفعش. طلعت عبد القادر، مشيت ديانج. يا عم ما تسيب الناس دي يا عم، ما تسيب الناس دي يا سيدي، ما تسيبهم يا عم. ايه القرف ده؟ ده انت دمرت جيل. جاي النهارده بتلاعبني العيال الصغيره، ما مش هتاخد منها حاجه. الماتش معقرب، يعني الماتش النهارده معقرب، هتاخد منه ايه؟ انت هتاخد منه ايه؟ الساعي هيعمل لك ايه؟ الساعي سمير محمد هيعمل لك ايه؟ الدبيس هيعمل لك ايه؟ ولا حاجه. الناس دي مش هتعمل لك حاجه. ما انت دمرت الدنيا كلها، انت دمرتها. انت شفت بيرسي تاو مش في حالته، خلاص بنزل الشحات او بعدل منها. لكن سايب لحد الدقيقه 70 ولحد الدقيقه 80 عشان تغير. هتغير امتى؟ فضلت مستني لحد الدقيقه 87 لما جات لك ضربه جزاء. ده الحمد لله نحمد ربنا ان ما دخلتش فينا جول. هو ده منظر النادي الاهلي يا كابتن محمود. بص بعين الرحمه للجمهور، وبص للناس اللي فعلا خلاص. انت هتكمل دوري الابطال ازاي؟ ماشي، هنعدي دور المجموعات، هنعديها. هتروح كاس العالم ازاي؟ هتجيب لك اللاعبين ثلاثه مع المدرب بالعقليه اللي احنا شايفينها دي، هتعمل حاجه في كاس العالم للانديه؟ استحاله. واللي يقول لك غير كده يبقى كذاب بجد والله. اللي يقول لك غير كده يبقى كذاب. احنا بنضحك على نفسنا يا جماعه بجد والله، احنا بنضحك على نفسنا. كولر النهارده اخفق، وبص هو اول واحد يتحاسب في اللعيبه، واللعيبه كلها، كل اللعيبه النهارده تتحاسب. وانت يا كابتن محمد رمضان وهشام قمصان قاعدين بره ما بتتكلموش، ما بتزقوش معاه في حاجه ليه؟ ما هو مش الحاكم بامره في النادي الاهلي، ما هو مش ملاكي، مش بتاع بابا. هو النادي الاهلي مش ملك كولر يعني، النادي الاهلي ملك للجماهير يا كابتن محمود. النادي الاهلي مش حكر على حد، ومحدش يمسك الاداره مننا يعمل فينا كده. يا كابتن محمود اتحرك شويه. كل اللعيبه النهارده نازله مش في دماغها حاجه خالص. ما تقوليش ده بيفكر في الماتش اللي جاي. احنا مش مضغوطين عشان الماتش اللي جاي يعني. احنا مش مضغوطين. انت كسبان هنا 6 وانت اول مجموعتك يعني. ايه اللي ضغطك؟ مفيش حاجه ضغطاك خالص، مفيش اي حاجه ضغط النادي الاهلي. احنا اللي بنعمل في نفسنا كده. ما تلعب يا عم بام التشكيل الصح يا عم. هو انت بتخترع كوره؟ هو انت هتكفر الناس؟ هتخرجها من شعورها؟ ما تلعب يا عم. ده ايه القرف اللي احنا فيه ده؟